بتبدأ الحلقة وموجين بيسأل الجنرال يعمل ايه، فبيقوله قرب، وبيحس الأرض بتتهز تحته وبيقوم على الزلزال. فبيقعد يذاكر بقى قانون التعويضات عن الحوادث الصناعية، وبيعمل مخطط بالممرضة اتعرضت له، وبيتجمعوا بقى وبيشرح لهم هي اتعرضت لإيه، وبيفكروا ازاي يلاقوا دليل، لأنهم طبعا خافوا كل حاجة، وبيتواصلوا مع أهلها عشان يسمعوا منهم، وبيبعتوا لهم العنوان، وبيقوموا عشان يمشوا. فموجين بيقول لهم خليكم معايا عشان بخاف. فهوي جو بتقول له تقعد هنا ليه، ما تروح بيتك. وهو ما كانش بيبات في البيت عشان ميجو مش معاه، بس بيسيب لهم المكتب وبيروح على البيت. هوي جو بتبعت له عنوان اهل الممرضة وبتروح. فميجو بتقول لها لو مش بتحبي غيونيو ما تديلوش امل على الفاضي. فبتقول لها اصلا مش نوعي. فبتتريق على اللي كانوا نوعها وما كملوش برضه. فبتقول لها وبالنسبه لموجين لا متطلقين ولا عايشين مع بعض. فبتقول لها مثل كده بتدور عليه وبيبقى معناه بتحبهم في غيابهم بس مش بتطيق وجودهم. تاني يوم موجين بيروح لأهل الممرضة وبيبقوا متضايقين طبعا عليها ومش عارفين هي عملت كده ليه، وراحوا لمكتب محاماة كبير بس اسقطوا القضيه وقالوا لهم ان الوضع مش هيختلف لان مفيش دليل، وبيدوله الكارت بتاع الشركه دي. هوي جو بتفضل قاعده في المستشفى عشان تقابل صاحبه اونيونج بس مش بتقابلها لانها ماضيه على اتفاقيه عدم افشاء، وبتعرف مديره التمريض فبتقلق وبتقول لها خلي بالك من كلامك. سيو جونج الممرضه اللي كانت مسؤوله عن اونيونج بتقول للدكتور على اللي حصل، وبيزعق لها وبيقول لها لو حد عرف حاجه انت المسؤوله، انت اللي كنتي بتزعقي لها وبتشيليها شغل كتير. تاني يوم بيروحوا لشركه المحاماه دي بس بيقولوا لهم ان مفيش اي دليل لا تسجيلات ولا رسائل على انها كانت بتتعرض لحاجه في الشغل. فبيقابلوا المحقق واللي بيقول لهم انها قضيه انتحار عاديه. بيقولوا له بس دي كانت في المستشفى. يقول لهم ما طبيعي اي حد بينتحر بينط من فوق مبنى الشغل عادي، وبعدين انا سمعت انها انفصلت عن حبيبها وما كانتش عايزه تعيش بعديها، وكمان انا ما لقيتش دليل على انه ممكن يبقى تنمر. بيمشوا وبيبقوا متضايقين من الكلام اللي مش منطقي ده. بيروحوا السوبر ماركت وبيلاقي يونجي هناك. فبيقول له ايه ده انت ما بتاخدش اجازه ليه؟ فبيقول له ايه هتضرب رئيسي؟ فبيقول له قول لي بس وانا اجيب لك حقك. فبيقول له ده انت طلعت محامي عمال بجد بقى. بيروحوا المكتب وبيبقى غيون يو اشترى نضاره فيها كاميرا عشان يصور من غير ما حد ياخد باله، بس بيبقوا متضايقين عشان مفيش دليل يعرفوا يثبتوا بيه التنمر. موجين بيدي ورقه لهويجو بيقول لها تصورها بس بيقع منها الورق تحت المكتبة. فموجين بيفتكر ورقة تقرير التنمر اللي وقعت تحت الاستند. بيروحوا بسرعة المستشفى وغيون يو بيلبس النضارة والبلطو وبيدخل المستشفى كأنه دكتور، والبنات بتضحك له. فهوي جو بتغير عليه وبتسيب موجين وبتروح الحمام. موجين بيقول له اطلع قسم البطنة ودور على الورقة في المخزن، وموجين بيلمح سيو جونج واقفة. فبيقول له غيون يو انا جاي اكلمها وانت دور على الورقة. فبيسأل ممرضة على المخزن فبتشاور له عليه، وهي جو بترجع مش بتلاقي موجين. الممرضات بيتكلموا مع بعض عن وسامة الدكتور الجديد وانه سأل على المخزن. الدكتور بيلمح موجين في المستشفى فبيبعت الامن وراه، فبيطلع هو على السلم بسرعة. الممرضة بتدخل المخزن بتتفاجئ بغيون يو وبتسأله انت مين؟ فبيقول لها تدريب. فبتقوله بس اللي جاي تدريب دكتورة مش دكتور، وبتشك فيه فبيهرب بسرعة على السلم هو كمان. والممرضة بتبلغ الامن عن غيون يو وبيبقوا الاتنين مترددين. هوي جو بتيجي بسرعة تدور على موجين. احسن اونيونج تلبسه هتبقى مشكله. المهم ان غيون يو وموجين بيتقابلوا على السلم وبيتاكد انه مش ملبوس، وبتبقى الممرضه سيجيونج على السطح وعايزه تنتحر، وبتفتكر اتفاقيه عدم الافشاء اللي مضت عليها وانهم قعدوا يتكلموا عليها وحش بعد موت اونيونج. موجين وغيون يو بيطلعوا على السطح بس بيلاقوا الممرضه سيجيونج هتنتحر، فبيروحوا لها بسرعه. فبتسالهم انتوا مين؟ فموجين بيقول لها محامي اونيونج انزلي. فبتقول له ما كانش عندي اختيار تاني، وبتروح رجليها فلتة بس هو بيمسكها وهي بتشوف اونيون وبتعتذر لها. فبتقول لها لو كنتي اسفه فعلا اطلعي وقولي للناس على الحقيقه، وبيعرفوا يطلعوها. فبتحضنه وبتعتذر وبينزلوا فيديو عن اللي حصل مع اونيون وبيصوروا مع صاحبتها وبيعرضوا تقرير التنمر. وصاحبتها بتقول انهم في المستشفى اجبروهم انهم يقولوا انها كانت تعبانه بعد الانفصال. بيجي لهم رساله من حبيبها وبيقابلوه فبيوريهم رسائل انها كانت دايما مشغوله ومش عارفه ترد عليه ولا بيتقابلوا، وما كانتش عارفه تنقل وكان عندها اكتئاب وانفصلوا. فبيتضايق انه كان المفروض يقف جنبها في الوقت ده. فموجين بيحضنه والناس بتتفرج عليه. سيو جونج بتفكر في ورقه التعليمات اللي الدكتور قال لها خلاصي منها بس هي احتفظت بيها وبتبعتها لموجين. وغيون يو وهوي جو بيعملوا بث مباشر وبيصوروا مع اهل اونيون، وبتدخل الشرطه المستشفى عشان يحققوا في موضوع التنمر وبيصادروا كل الملفات. الدكتور بيروح لدكتوره نفسيه عشان بيشوف حاجات غريبه ومش عارف ينام منها.
والتلفزيون بيتكلم عن إن أون يونج انتحر بسبب تنمر في العمل، وبيجيبوا جزء من فيديو غيون يو وبيقوم يقول للناس ده أنا اشتركوا في قناتي. بيعملوا زي نصب تذكاري كده لأون يونج، وكل واحد بيودعها بوردة وإنها هتفضل في ذاكرتهم دايما، وسيو جونج بتودعها وهي بتبقى مبسوطة، فموجين بيقول لها من عندك ما تقربيش، فبتشكره من عندها وبتطلع بسلام. وهم مروحين بيبقوا مبسوطين إنهم ساعدوها، وموجين بيقف يربط الجزمة وبيبقى في سواق أتوبيس نايم هيدخل فيه، وبتخلص الحلقة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك سبسكرايب واشوفكم في ملخص تاني. سلام.